السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالي فترة في فكرة تستحوذ على تفكيري، ألا وهي إن أنا عايزة أعمل قطعة بشتغلها بالكروشيه والتريكو مع بعضهم. عارف مين امتزاج الاتنين مع بعضهم؟ دي كانت فكرة في دماغي بقالها فترة، ولقيت إن مفيش أحسن من بلوفر هو اللي ينفع نشتغله بالكروشيه وبالتريكو، أجزاء منه بالكروشيه وأجزاء منه بالتريكو، ألا وهو البلوفر اللي أنا لابساه حاليا ده. البلوفر ده عاملة الجسم بتاعه، الوش والظهر، بالتريكو بالغرزة اللي هي غرزة الباسكت او رقعة الشطرنج او ايا كانت تسميتها. وانا كنت اوريدي عاملاها في القناة قبل كده. انا عن نفسي بحب الغرزة دي جدا، تبقى كده انيقة وشيك وفيها شغل بس مش مبهرجة. وانا لقيت ان هي هتناسب مع البلوفر ده، لانه البلوفر انا عاملاه اوفر سايز شويه، يعني من هنا اوفر سايز بس كروبت، يعني قصير، مش قصير خالص بس اقصر من الاطوال العاديه، لان انا عامله حسابي ان انا هلبسه على الجيبه اللي انا هلبسها عليها واسعه وهاي ويست. المهم، فحسيت ان الغرزه دي هتليق اكتر وانا بحب الغرزه دي. فجسم البلوفر انا عاملاه بالتريكو بالغرزه دي. بالنسبه للكمام، الكمام بتاعت البلوفر مع الياقة بتاعته والكنار اللي من تحت، دول معمولين بالكروشيه. بالنسبة بقى للإبر والخيط، الإبر بتاعتي اللي أنا استعملتها بالنسبة للجسم البلوفر اللي هو الإبرة التريكو، كنت استعملتها مقاس 5. الإبر اللي هي الدائرية اللي بتبقى بكابل كده. وبالنسبة للإبرة الكروشيه اللي أنا استعملتها هي اللي هي مقاس 5، الاتنين مقاس 5. طبعا هحتاج إبرة عادية علشان أعمل بقى اللي هي السرفالة اللي في الآخر، والمقص والبلوك نوت والقلم اللي احنا هنكتب بيه. أنا هبتدي البلوفر من عند الكنار، هشتغل الكنار الأول. الإبرة بتاعت الكروشيه هشتغل بيها الكنار الأول، تمام. وبعد كده نفس الإبرة هنشتغل بيها الكم وهنشتغل بيها الياقة. المهم، فهنبتدي الاول نشتغل الكنار. هناخد الكنار هيكون المقاس بتاعه هو المقاس الخاص باعرض حته في الجسم، اللي هي الوسط، الخصر او الوسط من تحت، علشان ده المفروض اعرض حته اللي احنا هنشتغلها يعني. فنبتدي كفايه رغي في الموضوع، ونبتدي على طول نشوف هنعمل ايه الجزء اللي جاي على طول، اللي هي هنبتدي فيها الكنار ان شاء الله. فجهزوا الابره والخيط. الخيط عايزينه مش تخين، عايزينه مش رفيع قوي، عايزينه وسط علشان يبقى البلوفر فلوي كده ومرحرح معانا، ما يبقاش مصمت. فجهزوا الحاجات دي ويلا بينا على اول جزء من البلوفر بتاعنا. الجزء الاولاني اللي احنا هنشتغله في البلوفر زي ما قلت لكم هيكون الاستيك اللي تحت، اللي هو بيبقى فيه اخر البلوفر من تحت. ده انا هعمله باللون الاورنج زي ما انتم شايفين كده. وده انا هعمله بطول او بعرض محيط الجسم كله، يعني هو هيبقى قطعة واحدة اللي هو ملفوفة حوالين الجسم كله، يعني مش هيبقى الوش بس او الظهر بس، لا الاتنين مع بعضهم. هشتغلهم بغرزة البليسيه بالكروشيه. دي الجزء ده اللي انا هشتغله بالكروشيه، و هخلصه وهخيطه مع بعضيه عشان نبتدي ان احنا نعمل الجزء التاني. انا بس حبيت اوريكم يعني مراجعة سريعة على غرزة البليسيه بالكروشيه، وهي سهلة جدا، سهلة يعني اسهل من ان احنا حاولنا نعملها بالتريكو. عشان كده دي الجزء ده اللي انا هعمله بالكروشيه. غرزة البليسيه بالكروشيه بتتعمل عن طريق الاول بنرتفع غرزة واحدة بس. انا هنا عاملاها 10 غرز الشغل بتاعي السلسلة.
بنرتفع غرزة واحدة، بنشتغل في الحلقة الخلفية، نسيب اول غرزة اللي احنا ارتفعناها، وبعدين بندخل من غير ما ناخد خيط معانا، نطلع بلفتين ونشتغلهم. دي غرزة الحشو. فهنشتغل الجزء بتاعنا بغرزة الحشو بالكروشيه لحد ما نخلص المحيط اللي احنا عايزينه للبلوفر بتاعنا او الاستيك بتاع البلوفر بتاعنا، اللي هو هيبقى بقية البلوفر. عايزينه واسع شوية هتعملوه واسع عليكم، اعملوه. انا بالنسبة لي خدت قياس اعرض جزء في الجسم، اللي هو الجزء ما بين البطن والوسط، ده بيبقى اتخن جزء، فده القياس او ده اللي انا هقيس عليه. عايزينه اضيق من كده شويه، شيء يعني يرجع لكم، بس انا بالنسبه لي عايزه البلوفر يبقى واسع مش ضيق، عايزاه واسع بس مش اوفر سايز. فهنعمل المقاس اللي انا بقول لكم عليه. انا بالنسبه لي القياس اللي انا هشتغله هيبقى بالمنظر ده. فانا هخلص العرض اللي انا عايزاه، وبعدين هقفل ده واخيطه. هنرجع مع بعضينا نشوف هنخيطه ازاي ونعمل الغرز اللي فوقيه ازاي. فنخلص واشوفكم الجزء اللي جاي او النص اللي جاي. فنخلص الجزء ده ونشوف الجزء اللي بعديه. بعد ما بنبقى وصلنا خلاص للعرض اللي احنا عايزينه بالنسبه للاستيك، بنبتدي بقى ان احنا نقفل الشغل بتاعنا ونقصه ونستعد للخطوه بتاعه الخياطه. عايزه اقول بس حاجه مهمه جدا، ان الغرزه دي ستريتش قوي، فتأكدوا ان انتوا تقيسوها على نفسكم او على الشخص اللي انتوا هتعملوا القطعه دي ليه، عشان تتأكدوا ان هي مش هتبقى مبهوقه، لان هي سهل تبهوأ منكم. فتأكدوا ان المقاس مظبوط، وقفلوا الشغل وتعالوا عشان نخيط الطرفين بقى مع بعضيهم استعدادا للخطوه الجايه بنفس الطريقة اللي احنا كنا ذكرناها في ازاي نخيط الجراني سكويرز مع بعضيهم، وبنفس الطريقة اللي قفلنا بيها برضو الاستيك الخاص بالايس كاب اللي احنا عملناه مع بعضينا، اللي هو كان ايس كاب في قاعدة واحدة. همنشن لكم الفيديوهات دي، هحطها في الفيديو هنا. بس هي نفس الطريقة اللي هنستعملها دلوقتي. هنجيب الطرفين اللي احنا هنخيطهم مع بعضيهم على بعض ونحط. هيبقى احنا عندنا ده اللي احنا قفلناها، وده الوش اللي ابتدينا بيه. خلينا نقلبه كده احسن. اوكي، شايفين الغرزة دي الحلقة الخلفية هنا، ودي الحلقة الخلفية اللي الناحية التانية مش الأمامية. المهم احنا هنعمل في الحلقتين اللي جنب بعضهم، هنعملها بالغرزة بالمنزلقة، نعملها بغرزة المنزلقة. نجيب الخيط لعبك كده، ماشي. اول غرزة بس اللي هربطها بغرزتين، انما الباقي هنشتغل غرزة منزلقة عادية. ندخل الخيط هنا في الخيطين اللي جنب بعضيهم. استنوا اعدل الخيطين، وبعدين اقفلهم بغرزة منزلقة عادية جدا. الغرزتين اللي جنب بعضيهم، نتأكد ان هي الغرزتين اللي جنب بعضيهم بمنزلقة. دي بالمنظر ده بالمنظر ده، يعني يكون واضح. الخيط اكمنه اورنج وبخيط باورنج فمش باين. كان واضح اكتر في الفيديو الخاص بالجراني، لان الخيط اللي كنت بقفل بيه مختلف عن لون الخيط اللي انا كنت شغال عليه، او لون القطعتين اللي انا كنت بخيطهم مع بعضهم. ماشي، اخر غرزة
يعني لو حبيت تشوفوه بشكل اوضح هيكون ده اوضح لكم. خلاص قفلنا بس. وكده خلصنا. نشيل الدبوس بقى وهنقلبه، فهيبقى بالنسبة لنا مش واضح ان هي خياطة ولا اي حاجة خالص، خصوصا لما نبتدي نشتغل الدورة بقى، نعمل مع بعضينا الدورة، هيبان ان هو مش هيبان شكل الخياطة او مكان الخياطة. طيب نجهز ابرة كروشيه، لسه ما انتقلناش لمرحلة ابرة التريكو. هنجهز ابرة الكروشيه هنعمل بيها الدورة الاولانية بتاعتنا، وبعد كده ننتقل لغرزة لابرة التريكو. هنجيب غرزة نجيب ابرة الكروشيه والخيط وتعالوا عشان نبتدي نلقط الغرز بشكل بقى ايه دائري مش عمودي. في كام حاجة مهمة عايزة اقولهم قبل ما نبتدي نلقط الغرز. الحاجة الاولانية، في الفيديوهات اللي انا اتكلمت فيها على خياطة الاستيك، وان احنا نبتدي الدورة بقى اللي هي الدائرية، ما نبتديهاش من الغرزة اللي احنا قفلنا فيها او اللي احنا خيطنا منها، نبتدي في اي حاجة قبليها او بعديها بحيث ان الدورة تبقى معدية عليها فتداري العقدة. ده مش هينفع هنا هنحتاج ان الخياطة دي تبقى في الجانب الشمال من البلوفر، بحيث ان احنا هيبقى عندنا البلوفر بتاعنا فيه وش وظهر، فالجانب اللي فيه الخياطة ده هيبقى عند حز الجانب البلوفر، بحيث هيبقى بداية او نهاية الوش او الظهر. فاهمين الموضوع ازاي؟ فالمهم ان احنا هنبتدي نلقط الغرز من بعد الخياطة على طول، من الصف اللي بعد الخياطة على طول، وبالتالي لما نيجي نقفل نخلص الراوند هنقفل من عندها برضو، هنقفل الراوند او الدورة من عندها. النقطة التانية ان احنا لما نيجي نلقط الغرز مش هنلقطها من الفتلة الاولانية دي، مش هنشد من هنا. لو شدنا من هنا هيبقى فيه فراغ باين ومش هيبقى ظريف في البلوفر بتاعنا. هنشد من الفراغ اللي تحت، يعني هنسيب الفتلة الاولانية وندخل في التانية. الحاجة التالتة، احنا هنلقط منين؟ احنا دلوقتي عندنا البروز ده، هنلقط من اللي قبليه وبعديه، بحيث ان البروز ده يبقى في النص، بحيث ان احنا المفروض يبقى خدنا غرزتين، غرزة قبل وغرزة بعد الحز ده. طيب الغرز اللي احنا هنشتغلها دلوقتي غرزة ايه؟ انا هشتغل غرزة العمود بلفة. هعمل اول غرزة وهطلع غرزة كمان، فبالتالي هيبقى السلسلة عندي الاولانية دي غرزتين. لا هنبقى طلعنا غرزة بعد الغرزة اللي احنا هنلقطها، هوريكم دلوقتي. وهشتغل بقية الدورة بتاعتي عمود بلفة دي بغرزة بإبرة الكروشيه، وبعد كده هنبتدي نلقط بقى بإبرة التريكو بتاعتنا بعد ما نكون سيستمنا عدد الغرز اللي احنا موجودين اللي احنا هنعمله. نبتدي بقى نشوف نلقط الغرز بتاعتنا. طبعا ده الظهر، انا مش هشتغل في الظهر، انا هشتغل الوش. فين العقدة اهي، بالتالي انا هشتغل هنا على طول. ادي لقطت الخيط، بعدين هشتغل غرزة انا لقطة الخيط، وبعدين هشتغل غرزة من غير الخيط، وبالتالي كده انا اشتغلت غرزتين ارتفاع، وابتدي القط من بعديها. ادي هنا اهي هلقط، قلتلكم مش من الاول، هلقط من اللي تحتيها. ماشي، غرزة عمود بلف. الغرزة دي اعتقد ان انا اتكلمت عنها كتير قبل كده، الغرز اللي انا شايفاها ظريفة في الكروشيه بتنفع في حاجات كتير. خدت الغرزة اللي هنا خلاص، فين الغرزة اللي بعديها اهي، نلقط، هعمل غرزة عمود بلف. بس هنمشي بقى بنفس المنوال ده، الغرزة اللي قبل والغرزة اللي بعد الحز، لحد ما نخلص الراوند الاولانية ونيجي نكمل مع بعض. تمام، خلص لحد ما نيجي هنا تاني ونبتدي بقى الخطوة اللي بعدها. خد واحدة كمان، ادي فين الحز اهو، هناخد اللي قبليها اهي، مش من الفتلة دي، الفتلة دي.
نكمل ونيجي نشوف هنعمل ايه.